السلام عليكم ورحمة الله. في شهر رمضان أفضل قراءة الكتب الدينية على غيرها من الكتب. لماذا؟ لأن رمضان يهيئ الجو التدين والعبادة، فبالتالي تلك الكتب تكون لديها قيمة مضافة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الكتب الدينية تساعد على الخشوع والتقرب من الله عز وجل، كذلك تعرفنا على الله والرسول صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك تعرفنا بالدين الإسلامي. ولهذا إليكم 7 كتب دينية تنير العقول وترشد القلوب إلى الطريق المستقيم، فهي تلهم الروح على الخشوع وتتري المعرفة بالدين. وأول كتاب هو جمالية الدين للكاتب فريد الأنصاري. في هذا الكتاب يتحدث الكاتب عن جمال الدين، فالدين جميل. نذكر الله فيطمئن القلب، نصلي نرتاح، نصوم نأخذ الأجر، نتصدق نفرح قلب إنسان، ندعو الله فيستجيب لنا، لا نأكل إلا الطيب، نتوضأ 5 مرات في اليوم. أي جمال أكثر من هذا؟ أي شعيرة من شعائر الله عز وجل فهي جميلة. ومن خلال هذا الكتاب أراد الكاتب أن يوضح أن الدين الإسلامي جميل، وليس كما يروج له الإعلام الغربي أو الإعلام بصفة عامة. كما يهدف الكتاب إلى إعادة تقديم الدين كمنظومة جمالية ترتقي بالروح والعقل، بعيداً عن الصور النمطية التي تظهر الدين كقيود أو تقاليد جامدة، بل الدين هو السمو الروحي. الكتاب الثاني كتاب الدين هو الصلاة. من خلال العنوان يظهر أن الكتاب سيتحدث عن الصلاة، فالكاتب فريد الأنصاري في هذا الكتاب يركز على الصلاة باعتبارها موضوعا مهما وأساسيا في الدين الإسلامي، فهي أكثر من فرض على المسلمين، بل هي أساس العلاقة بين العبد وربه، هي التي تقربنا من الله عز وجل وتشعرنا بالاطمئنان والراحة. وبالتالي هي أكثر من مجرد شعيرة دينية، بل هي رحلة روحية تحرر العبد من قيود المادة والارتقاء به نحو الإخلاص والسكينة. والصلاة تنقي القلب من شوائب الحياة اليومية، فالصلاة هي جسر التواصل مع الله، وهي الوسيلة لتحقيق التوازن النفسي والسلام الداخلي، ولا يصح الدين إلا بها، فهي أعظم العبادات. الكتاب الثالث علمتني سورة البقرة للشيخ علي بن حسين العلي. هذا الكتاب يبرز نور وأسرار سورة البقرة، فهي شفاء من الأمراض. كذلك أظهر الكاتب فوائد سورة البقرة الروحية والعملية، كذلك مجموعة من القصص لأناس عاشوا مع سورة البقرة أو لديهم تجارب مع سورة البقرة التي غيرت حياتهم للأفضل. كما يقدم الكتاب تفسيرا مبسطا وممتعا لآيات السورة مع تسليط الضوء على معانيها العميقة. الكتاب الرابع أنثى تشكر الإسلام. كرم الله عز وجل النساء وضمن لهم حقوقهم وفقا للشرع، وفرض عليهن الستر لإصانتهن من القلوب المريضة، وسمح للمرأة بطلب العلم
والعمل والعدل بينها وبين الرجل، وليس المساواة كما يزعم الغرب الذين يجعلون المرأة مستعبدة ومضطهدة لا محررة كما يسوق لنا أبدا. وجاء في الكتاب العديد من قضايا المرأة في الإسلام بأسلوب علمي وموضوعي، وفي نفس الوقت عباراته سهلة سلسة. يهدف الكتاب إلى تقديم رؤية شاملة لمكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، مع تفنيد الصور النمطية والشبهات التي تثار حول المرأة المسلمة، فهي مثقفة ومتعلمة ولها دور فعال في المجتمع عكس وضعها قبل الإسلام، كما أنها سفيرة للإسلام بقيمها وأخلاقها. الكتاب الخامس رياض الصالحين للإمام النووي هو أحد أبرز الكتب الإسلامية التي تجمع بين الأحاديث النبوية والتوجيه الأخلاقي، فهو يقدم مجموعة من الأحاديث النبوية والتي قام الكاتب بترتيبها ترتيبا موضوعيا للأحاديث ضمن أبواب مختلفة تشمل العقيدة، الأخلاق، العبادات والمعاملات. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الكتاب على تفسيرات مختصرة أو شروحات في بعض المواضع التي توضح سياق الأحاديث أو تربطها بالآيات القرآنية. وهذا الكتاب يعزز القيم الإسلامية ويوجه المسلمين نحو حياة مليئة بالإخلاص والفضيلة، وهو يتناول موضوعات متنوعة مثل الإخلاص والنية، الصبر والتوبة، الأخلاق الحميدة. الكتاب السادس الإسلام بين الشرق والغرب للمفكر علي عزت، هو عمل فلسفي يستعرض العلاقة بين الدين والحضارة والإسلام كمنظومة تجمع بين الروحانية والعقلانية. فالكتاب يناقش التناقضات بين الشرق والغرب، ويناقش الازدواج الإنسانية، فالإنسان يعيش بين المادة والروح، والإسلام هو الدين الوحيد الذي يعترف بهذه الازدواجية ويقدم حلولا متكاملة للعيش بينهم، أي بين المادة والروح. وجاء في الكتاب الثقافة والحضارة، يفرق الكاتب بين الثقافة باعتبارها الروح والحضارة باعتبارها مادة، ويبرز كيف أن الإسلام يدمج بينهما. ثم الإسلام كحل عالمي، فالإسلام يمكن أن يكون حلا للقضايا الحديثة، أو يمكن للإسلام أن يقدم حلولا للقضايا الحديثة. الكتاب السابع رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم للكاتب خالد محمد خالد، عمل أدبي مميز يسلط الضوء على حياة 60 صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. هذا الكتاب يتميز بأسلوبه القصصي، فهو يبرز القصص للصحابة رضوان الله عليهم، وبالتالي يجعل القارئ يشعر وكأنه يعيش في زمن الصحابة. فالكتاب مقسم إلى 61 فصلا، وكل فصل يتحدث عن صحابي أبرز صفاته ومواقفه البطولية. والكتاب يبدأ بتسليط الضوء على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره قدوة للصحابة رضي الله عنهم، ثم ينتقل إلى عرض قصص الصحابة بأسلوب مشوق مع استخلاص الدروس والعبر من حياتهم. كانت هذه هي 7 الكتب التي أتمنى أن تقرؤوها وتنتفعوا بها.
دمتم سالمين، إلى اللقاء.